سلام البنات. دايما مع الوصفات الناجحة مطلوع المنفوخ تاع الكوشة. نحتاج 2 كيسان ماء دافئ، كاس سميد رطب، ملعقة سكر، ملعقة ونص خميرة تاع الكسرة. نخلطهم مليح ونخليهم يخمروا. نخلوها تخمر. بعد ما خمرت نضيفوا 3 مغارف زيت، اذا تحبوا ديروا سينوج ججلانية وملحوا وحركوا مليح. وضيفوا 2 كيسان فرينة مغربلين. الكاس الثالث ارميوه بشوية، لازم العجينة تكون تتلاصق في يديكم. انا هنا جاوني 3 كيسان فرينة، نلمو فقط ونخليوها تخمر. بعد ما خمرت نزيدو نحيو لها الخمور ونزيدو نخليوها تخمر للمرة الثالثة. هنا نجيبو ماء دافي نحطو فيه يدينا، خاطر العجينة راهي تتلاصق وطرية بزاف. نستعين بالماء ونحطها في الدقيق السميد الرطب هكا، ونجيبو بلاطو ونديرو هذاك ورق الزبدة ونحط فيها. يلا ندير يدي في الماء دافي، نهز العجينة راهي تتلاصق، ما تخافوش، لموها برك بالماء، حطوها في السميد الرطب. انا هنا درت بول ضيق، نتوما ماذا بيكم ديروا فيه صحن يكون عريض يساعدكم تمروا في السميد. وحطوه في بلاطو وديروا واحد 3 حبات. نكمل بالطريقه هذه ومن بعد نقرصهم، ماذا بكم قرصوهم رقاق وخليهم يخمروا. السر في النجاح هو هنا تشعلوا الكوشة، لازم تكون قوية من فوق ومن تحت، قوية، النار قوية. من بعد دخلوا البلاطو من فوق، ماذا بكم ما تحلوش الباب من فوق، يطيبوا من فوق صح. ومن بعد تشوفوا فيهم تنفخوا وحماروا،
هبطوا البلاطو لتحت، نقصوا في النار لتحت، والبلاطو الثاني حطوه من فوق يطيبوا من فوق، يتنفخوا مليح، زيدوا هبطوا اللوط يطيبوا. وصفة ناجحة ما شاء الله. شوفوا الصورة، يعني هو خفاف وبنان، تحشيهم بأي شيء يحبوه الأولاد. أنا حبيت البلاطو وحطيت الآخر جديد حطيته من فوق، يعني حتى هذا راهو مشروع مربح. النساء اللي تحب تسترزق جربوها البنات، حتى في اللي جامي طيبته راح ينجح لها من الوهلة الأولى.